طبعا كلنا شفنا الجزء الاول من المقلب اللي حمدي ووفاء عملوه في بنتهم ندى، واللي كان عبارة عن انهم سابوها لوحدها في البيت ومعلقين ورقة على الحيطان وكاتبين عليه الكلام اللي عايزينه يوصل لها. وكان حمدي ووفاء اتفقوا يعملوا فيها المقلب ده في اخر لايف كانوا فاتحينه. الناس طلبت منهم انهم يعملوا مقلب في ندى، وحمدي ووفاء وافقوا على طلبهم ووعدوهم انهم ينزلوا المقلب في اسرع وقت. وبعد ما ندى صحت من النوم كملت يومها بشكل عادي، وخرجت برا البيت واشترت فطار لوحدها ورجعت اكلت في البيت تاني. ولحد هنا كان المقلب ماشي كويس مع ندى قبل ما تمشي على الورق اللي حمدي ووفاء معلقينه على الحيطان. وقرأت في اخر ورقة ان في ظرف مهم موجود في الظروف الكتير المتفركشة. ولما ندى قرأت الظرف انهارت من العياط. وبقى كل الناس اللي شافت الفيديو عندها فضول ونفسها تعرف ندى قرأت ايه بالظبط. بنسبة 100% إن اللي ندى قرأته عبارة عن إن حمدي ووفاء كاتبين لها إن هما سافروا مصر وهيسيبوها في تركيا لوحدها، وندى هتنصدم من اللي هتقراه وهتنهار من العياط، وهيكون حمدي ووفاء مراقبين كل حاجة، وهيدخلوا عليها بعد فترة ويشوفوا رد فعلها. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.